القوى العاملة اللي زي ما قلت لكم يا ريت حضراتكم تخشوا على الصفحة بتاعة الوزارة وتتابعوها. احنا النهارده جايبين لكم شوية حاجات من على الصفحة بتاعة الوزارة، اللي هي النشرة القومية للتشغيل أو للتوظيف، التقدم لشغلها خلال شهر مايو 2024. طيب الصفحة بتاعت الوزارة مشكورة، بتقول على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل، ومقره 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، وفي أرقام تليفونات 22 60 9354 و 22 40 3571، أو يتوجه لمديريات العمل بالمحافظات أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة اللي موجود قدام حضرتك في الإعلان. طيب بقية التفاصيل بتقول إيه عندنا؟ بالنسبة طبعا إحنا مقسمين، إحنا عاملين كذا فيديو خاص، عاملين فيديو محافظة القاهرة، وعاملين فيديوهات تانية المحافظات التانية مع بعض، فتابعوا الفيديوهات كلها وإن شاء الله ربنا يرزقكم جميعا الشغل اللي بتدوروا عليه. عندنا بالنسبة لمحافظة القاهرة شركة اسمها الفرجاني في 40 شارع الزيتون أمام شركة المياه محطة مترو حدائق الزيتون. طبعا مش هقدر اقول كل تفاصيل ان الاعلانات كتيره عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل على حضراتكم ويبقى فيه ملل. طبعا في هنا كافه الداتا المطلوبه للتواصل. تمام، ادي المطلوب، عاوزين 5 مدير فرع، 15 مشرف اغذيه جافه، عايزين 50 منسق ممرات، عايزين 15 مشرف بآلة، عايزين 25 بائع بآلة، عايزين 10 مشرف جزاره، 25 بائع جزاره برازيلي. وادي الشروط المطلوبة. بالنسبة في شركة تانية اسمها الشرق الأوسط للخدمات الفنية، مطلوب 1 مدير صيانة خبرة من 15 ل 20 سنة في أنظمة ضغط الهواء، 2 مهندس ميكانيكا كهرباء خبرة تقل عن 5 سنوات، 2 فني كهرباء ميكانيكا. وادي الشروط قدامكم. هنشوف الإعلان اللي بعد منه. المصرية الأوروبية للأمن والحراسة، طبعا عنوانها وارقام التواصل بتاعتها. مطلوب افراد امن توزيع المناطق كالاتي: 50 فرد امن اداري بجامعة خاصة بالتجمع الثالث. طبعا كاتب تفاصيل زيادة. مطلوب 50 فرد امن اداري بالعاصمة الادارية وتفاصيل المرتب والسكن. 50 فرد امن اداري في العاشر من رمضان، تفاصيل والسكن. 50 فرد امن اداري مصانع العبور، وبرضو كافة التفاصيل. برضو في الشركة المصرية الأوروبية للأمن والحراسة، عنوانها طبعا زي ما حضرتك شايف كده، وأرقام السادة المسؤولين فيها، وبرضو تفاصيل الشغل بتاعها، عدد أفراد الأمن في كل المناطق زي ما حضرتك شايف معايا كده. تمام، بالإضافة إلى 10 أخصائيين توظيف من الجنسين، وعاوزين موردين عمالة. طب الإعلان اللي بعد كده شركة ينزل لتصنيع الأساس، عاوزين 3 فني تشكيل ألمنيوم، 5 عامل مخازن، 2 فني تنجيد، 1 سائق رخصة ثالثة، 2 سائق رخصة خاصة، 5 عامل جدل. ودي الشروط بتاعته المطلوبة، وادي عنوان الشركة بالرقم التأميني بكل حاجة. وبعد كده في إعلان تحت بيقول: تعلن الجامعة الأمريكية احتياجها لعدد 6 من ذوي الهمم إعاقة خفيفة، عايزين 3 إداري أول سكرتير، والشروط بتاعته. الوظيفة اللي بعد كده 3 إداري خدمات سكرتير، وادي الشروط بتاعته. وبعد كده تفاصيل التواصل. طبعا أنا مش قادر أقرأ كل الإعلانات لأن عشان الفيديو ما يبقاش طويل يبقى ممل لحضراتكم. برضو حضرتك هتتواصل مع الشركات ديت، ولو في أي كومنت عايز تسيبه بالسلب أو الإيجابي يا ريت تخش على موقع وزارة العمل وتقول الكومنت بتاعك سواء كان سلبي او ايجابي. ان شاء الله طبعا كله يبقى ايجابي باذن الله. وادي شركة تانية لحراسات الامن، مطلوب عدد 100 فرد امن اداري زي ما حضرتك شايف كده معايا في الاعلان. وادي كافة التفاصيل عشان حضرتك ما تلجأش للاعلانات اللي هي موجودة على السوشيال ميديا اللي هي بدون داتا وبدون داتا للتواصل ومحدش ينصب عليك. ادي التفاصيل كاملة. تمام، عايزين 150 مراقب امن. تمام، وادي تفاصيل المرتب والتواصل زي ما حضرتك شايف معايا كده. الاعلان اللي بعد كده تعلن شركة دانتكس عن احتياجاتها لعدد من الوظائف، عايزين امين مخازن، محاسب اول مخزن،
مدخل بيانات. وادي كافة التفاصيل مع حضرتك. لو انت حابب تتواصل معاهم، ادي الاعلان زي ما انت شايف معايا كده. معلش مش قادر اطول اكتر من اللازم. معامل المختبر عايزين 10 موظف استقبال و10 داتا انتري و10 سكرتارية. وادي كافة التفاصيل قدام حضرتك. وطبعا انا نسيت اقول لكم ان هنا اللوجو بتاع وزارة العمل زي ما حضرتك شايفه كده على اليمين فوق، ده اللوجو بتاع وزارة العمل عشان ما فيش حد يشكك في اي حاجة. ادي المختار لخدمات الامن والحراسة برضو محتاجين 20 فرد امن للعمل في مواقع الشروق والمرطية والعين السخنة. وادي الداتا بتاعت التفاصيل التواصل. وبرضو مجموعة العربية للامن والحراسة ادي زي ما حضرتك شايف معايا كده، وسبايدر للصيانة طالبة برضو 5 مهندس مكافحة حشرات والشروط بتاعة الشغل. بعتذر طبعا. دوت كان اخر اعلان معانا زي ما حضرتك شايف معايا كده. ادي كل الاعلانات. نتمنى ان انت تتواصل وتتصل، وان شاء الله ربنا يوفقكم ويرزقكم الشغل اللي نفسكم فيه. في نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتدوس لايك للفيديو وتعمل شير لكل اصدقائك. ما تنسناش بالدعوة بالرحمة ومغفرة الذنوب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في الفيديو التاني بتاع المحافظات التانية.